هلو يا مساء الفل، أهلا بيكم في قناة دكتور ساينس والدكتور سمر. طلبة جريد 5 أهلا بيكم. هنبدأ كلامنا في concept 1 وهو plants need، يعني احتياجات النباتات. النباتات ربنا خلقها على الأرض وموجودة في كل مكان حوالينا، والنبات ده طبعا كائن حي زي الإنسان وزي الأنيمال، يعني علشان يعيش له احتياجات أساسية. ايه هي الاحتياجات دي؟ الاحتياجات دي هي اول حاجة السانلايت اللي هو ضوء الشمس، تاني حاجة ووتر اللي هي المية، تالت حاجة الاير اللي هو الهواء. يبقى البيزك needs for the plant are sunlight, air and water. الله، طب امال فين الاكل؟ فين الفود؟ هو مش النبات ده كائن حي؟ يعني لازم له فود علشان grow يعني يكبر and survive. النبات هنا بيختلف عن باقي الكائنات الحية، زي مثلا الانيمال ده بيصطاد علشان يقدر يحصل على غذائه بنفسه، ولا زي الإنسان إن هو بيضطر يشتري الأكل أو يشتري مكونات الأكل ويطبخ الأكل علشان ياكل. أمال النبات بيحصل على الفود بتاعه منين؟ النبات ربنا خلقه بيصنع أكله بنفسه، بس لازم يكون فيه sunlight، لازم يكون فيه ضوء شمس علشان إن يقدر يصنع الأكل ده. حتى نباتات الظل اللي هي مش بتحتاج شمس بتبقى محتاجة ضوء شمس غير مباشر علشان تقدر تصنع الأكل اللي بتعمله بنفسها. وعلشان نفهم أكتر تعالوا نشوف كده المثال اللي قدامنا. دول نوعين من النباتات. هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن البلانت A اللي متعرض للسانلايت لضوء الشمس هيبقى بينمو بشكل جميل جدا وألوانه الأخضر مزهزهة، يعني has green leaves and grow well. أما plant B is wilted and has yellow leaves، هتلاقي النبات بهتان وأوراقه صفرة ومش بينمو بشكل جميل. طيب ليه البلانت B كان كده؟ لأن البلانت B can't grow well and die due to one of the following or all reasons، يعني يا إما بسبب أو كل الأسباب الآتية حصلت له. Number 1 it may be placed in dark place so it doesn't get sunlight، ممكن يكون كان في مكان مظلم فمش متعرض لضوء الشمس. أو الريزون التاني أو السبب التاني it may not be watered regularly، يعني مش بيتسقي بانتظام فبالتالي مش بياخد كفايته من المية اللي محتاجها علشان ينمو. السبب الثالث it may be placed in a bad aerated area so it doesn't get enough fresh and clean air، يعني البلانت ده ممكن يكون محطوط في منطقة ما فيهاش تهوية جيدة أو سيئة التهوية، فمش بياخد كفايته من الهواء النقي الفريش، فطبعا هيتبل وهيبقى بالمنظر ده. فكل دي أسباب بتأثر على نمو البلانت وبتخليه ما ينموش كويس. تعالوا دلوقتي نتعمق شوية ونتعرف أكتر على البلانت وإزاي بينمو. في الفيديو اللي قدامنا هنشوف مع بعض إزاي البلانت بينمو من بدايته كبذرة كسيد لحد ما يكبر ويكتمل كل أجزائه ويكون بالشكل اللي احنا بنشوفه. وطبعا علشان البلانت يكبر مكتمل محتاج البيزك نيدز بتاعته أو الاحتياجات الأساسية بتاعته، وهي زي ما قلنا sunlight, air, water, nutrients، بالإضافة كمان للسبيس. السبيس يعني المكان المناسب اللي هيقدر ينمو فيه البلانت بشكل صحي ومتكامل. طيب إزاي البلانت بيستخدم البيزك نيدز دي اللي هي الووتر والإير والسانلايت علشان يقدر ينمو ويعمل غذائه؟ طيب خليني أسألك الأول، عمرك شفت بلانت وهو بينمو؟ احنا طبعا اول ما بنزرع البلانت بيتزرع من السيد اللي هي البذرة. بنبدأ نحط السيد in the soil في التربة، وتبدأ السيد دي تنبت وتكبر سنة سنة لحد ما تكون full plant and new plant، نبات كامل وجديد من السيد اللي احنا زرعناها. عملية بقى زراعة السيد دي وانها تبدأ تنبت دي عملية اسمها انبات او اسمها germination، هناخدها الليسون الجاي بالتفصيل. وطبعا علشان ينمو بالشكل ده محتاج البيزك نيدز اللي احنا قلنا عليها الاحتياجات بتاعته اللي هي ايه؟ sunlight, air, water, nutrients and space. وعلشان نعرف ازاي البلانت بيستخدم البيزك نيدز دي علشان يعمل الفود بتاعه لازم الاول نعرف البلانتس بيتكون من ايه. The structure of the plant. The plant consists of different parts. البلانت بيتكون من اجزاء مختلفة. الأجزاء الأساسية في البلانت هي roots الجذور، stem الساق،
leaves الأوراق، وflowers or fruit اللي هي الثمار أو الأزهار. نقول تاني the structure of the plant: roots, stem, leaves, fruit, flower. و each part has its own function، يعني كل جزء ليه وظيفة معينة. وكمان all parts of the plant help it to get needs to grow healthy and survive. فكل أجزاء النبات دي بتساعده علشان النبات يقدر ينمو بشكل صحي and survive، يبقى على قيد الحياة. وطبعا plants like human need food to survive، بس البلانت هنا علشان يقدر يعمل الفود بتاعه لازم نوفر له الاحتياجات الأساسية اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى we must provide the plant with all needs to be able to grow. أو كمان ممكن بدل needs نقول resources، يعني لازم نوفر للبلانت كل المصادر أو الاحتياجات اللي هو محتاجها علشان ينمو. ودي اللي بتخلي التري begins to grow from a seedling into a mature tree depending on some resources such as water, air, sunlight. يعني ده اللي بيخلي البلانت أو الشجرة تكبر من مرحلة السيدنج أو مرحلة البذور لحد ما تبقى mature tree، يعني شجرة متكاملة. يبقى من كل اللي احنا قلناه نقدر نقول إن all living organisms have basic needs to survive. كل الكائنات الحية محتاجة الاحتياجات الأساسية بتاعتها علشان تقدر تعيش. بس في اختلاف ما بين البلانتس وما بين الهيومنز والانيمالز. ازاي؟ فالبلانت to survive محتاج ايه؟ زي ما قلنا قبل كده محتاج sunlight, water, air. والاير هنا اللي بيحتاجه البلانت بيبقى كربون دايوكسيد غاز ثاني أكسيد الكربون to make its own food. ده بيساعده إن هو يعمل الفود بتاعه. وقلنا كمان إن البلانت محتاج النيوترينتس اللي هي العناصر الغذائية. لكن الهيومنز والانيمالز محتاجين إيه to survive؟ محتاجين فود، محتاجين water, air. والاير هنا بيبقى إيه بقى؟ بيبقى الأكسجين جاز to breathe. محتاجين غاز الأكسجين علشان يقدروا يتنفسوا. وده الفرق هنا الكبير ما بين الهيومنز والانيمالز والبلانتس في استخدامهم للاير. كمان الهيومنز والانيمالز محتاجين شلتر يعني مأوى، مكان يسكنوا فيه. طيب يبقى هنا البلانتس والهيومنز والانيمالز محتاجين فود. طيب البلانت بيجيب الفود بتاعه ازاي؟ والهيومنز والانيمالز بيجيبوا الفود بتاعهم ازاي؟ How they get their food. البلانتس can make their own food، والفود بتاعهم هنا بيبقى على شكل sugar أو نوع من أنواع السكر بيعملوا in their leaves في الأوراق بتاعته من خلال عملية اسمها photosynthesis process أو البناء الضوئي. لكن الهيومنز والانيمالز بيعملوا ايه؟ Humans and animals need to eat food. لازم ياكلوا to get nutrients and energy to grow and survive. وطبعا هنا هناخد بالنا قوي ان الووتر والاير دي basic needs مشتركة for all living organisms.